تعالى يا عاطف، تعالى يا عاطف اقرا لاخوك الكبير الجواب يا عاطف. تعالى يا حبيبي اقرا له الجواب. ايوه هما اتنين صح. طبعا كلنا اتفرجنا على مسرحية العيال كبرت، قصدي يعني كلنا حافظينها مش اتفرجنا عليها بس، لان زي ما انتوا عارفين العيال كبرت هي الراعي الرسمي للعيد عند المصريين. السؤال المهم هنا بقى، حد عمره سأل نفسه هو ازاي مسرحية معمولة من 45 سنة جاية لي على التلفزيون دلوقتي؟ بقول لك ايه بقى يا عم، ما تقرفناش بالاسئله العجيبه بتاعتك دي. هو انا كده لو ما سالتش اتحرق. لا بجد صحيح، هو مين اللي ماسك المسرحيه دي؟ يعني مين اللي محتفظ بيها ومحتفظ بيها فين؟ وازاي المسرحيه دي بتجيلنا على التلفزيون دلوقتي وبتجيلنا منين اصلا؟ بص يا باشا، الموضوع اسهل منه مفيش، هما 8 خطوات اقولهم لك في السريع كده هتفهم الدنيا ماشيه ازاي، وعشان برضو محدش يضحك عليك. بس قبل ما اقولهم لك عايزك اولا تعمل لي سبسكرايب لو انت مش عامل، وتعمل باد نوتيفيكيشن عشان حضرتك تشرفني هنا لما اعمل فيديو جديد، وبعد ما تخلص الفيديو تعمل لايك وتعمل شير لو الفيديو عجبك، لو ما عجبكش لا يكلف الله نفسا الا وسعها. هقول لك الثمان حاجات بسرعه وبعدين نمسكهم واحده واحده. اولا تصوير، ثانيا جيب المنتج، ثالثا مدينه الانتاج الاعلامي، رابعا موديوليشن على تردد قناه النهار، خامسا ترانسميشن، سادسا ساتلايت ريبيتنج، سابعا ريسيفنج، ثامنا ديسبلاي. اولا المسرحيه بتتصور عادي جدا بكاميرا، وبعدين المسرحيه بتتسجل على الكاميرا كديجيتال فيديو وبتحط بعد كده على فلاشه عادي جدا، والفلاشه ديت مين اللي بياخدها المنتج ويحطها في جيبه، ويبدا بقى المنتج الجميل دوت يبدا بقى ياخد لفه كده سريعه على مدينه الانتاج الاعلامي في 6 اكتوبر، ويخش بقى مثلا مبنى زي مبنى قناه الحياه ويقول لهم السلام عليكم، معايا مسرحيه حلوه جدا جدا اسمها مسرحيه العيال كبرت، وعلى فكره بقى المسرحيه دي هتبقى مشهوره جدا وهتبقى ترند الايام اللي جايه، وخدوا مني شاري. فتبص له كده من تحت لفوق وتقول له اما نشوف، اتفرج عليها ونرد عليك. فيتفرجوا عليها ويقولوا له لا المسرحيه دي مش حلوه، شوف لك بقى قناه ثانيه. فيقوم المنتج واخد على خاطره وطالع على قناه النهار، السلام عليكم، معايا مسرحيه اسمها العيال كبرت، والمسرحيه دي جامده جدا واتفرجوا عليها هتعجبكم وعايزين نزاحها عندكم ممكن؟ فالموظف اللي في قناه النهار يقول له اتفضل استريح يا فندم وهنتفرج عليها ونرد على حضرتك. فيقعد المنتج مستني ساعتين لغايه لما ردوا عليه وقالوا له احنا اتفرجنا عليها ومسرحيه حلوه جدا، واحنا قلنا لرئيس القناه ورئيس القناه وافق، وخد فلوسك، هات الفلاشه، السلام عليكم وعليكم السلام. تقوم قناة النهار واخدة المسرحية من على الفلاشة اللي هي عبارة عن ديجيتال فيديو، يقوموا عاملين لها موديوليشن ورافعينها على تردد قناة النهار اللي كلنا عارفينه اللي هو 11785. 11785 هو ايه الرقم ده اصلا؟ يعني الرقم ده هو التردد اللي قناة النهار بترفع عليه الداتا بتاعة الفيديو اللي هو 11 جيجا 785 ميجا هرتز. ايه الرقم ده؟ انا مش فاهم حاجة. بص يا صديقي، تعال افهمك النقطة دي بالراحة جدا جدا في مثال جميل ونرجع تاني. سألت نفسك قبل كده هو الإنسان بيتكلم ازاي؟ يعني ازاي صوتك ده بيطلع من بقك وبيبقى مميز بالدرجة دي؟ هقول لك يا صديقي، الرئة بتطلع هواء على الأحبال الصوتية. الأحبال الصوتية كل اللي بتعمله إن هي بتقعد تقطع في الهواء فتعمل فيه اهتزاز، والاهتزاز ده في الإنسان بيبقى في رينج من 20 اهتزازة في الثانية ل20 ألف اهتزاز في الثانية. هو ده التردد اللي انا بقول لك عليه. بس احنا بقى بدل ما نقول الرقم العجيب ده بنقول على ال1000 كيلو، وبنقول على المليون ميجا، وبنقول على المليار جيجا، وبنقول على الاهتزازة في الثانية دي هرتز. يعني كده تردد صوت الانسان بيبقى في رينج من 20 هرتز ل20 كيلو هرتز. حلو قوي ان انت فهمت المعلومة دي. تعال بقى نرجع للمسرحية. هو قناة النهار بقى بتجيب الداتا بتاعة الفيديو دي وتبدأ تقطعها زي صوت الإنسان ما تقطع كده عن طريق الأحبال الصوتية، تمام؟ ل 11 مليار و785 مليون اهتزازة في الثانية اللي هي 11 جيجا و785 ميجا هرتز، اللي احنا بنقول عليها على طول 11785. واحنا طبعا بنقول كده واحنا مش فاهمين حاجة. هو ده بقى التردد اللي أنا بقول لك عليه.
تمام، انا فهمت ان 11785 ده تردد بتاع القناه التقطيع اللي انا بقطعها للفيديو، تمام كده؟ تمام. طب انا ليه اصلا بقطع الفيديو؟ ما اسيب الفيديو كده زي ما هو. انا فهمت ان انا بقطع الهواء اللي طالع من الرئه عشان الصوت يطلع من بقك عباره عن صوت انسان، صح؟ طب انا ايه اللي هيخليني بقى اقطع الفيديو؟ خليني اقول لك مثال حلو قوي. تردد صوت الرجاله مختلف عن تردد صوت الستات. طب ليه؟ عشان حضرتك تقدر تسمع صوت الست وتميز ان ده صوت ست، وتسمع صوت الراجل وتميز ان ده صوت راجل. طيب لو انت بقى جبت راجلين واقفين جنب بعض والاتنين بيتكلموا في نفس الوقت، هل انت هتقدر تميز صوت الراجل ده عن صوت الراجل ده؟ لا، عمرك ما هتميز. والصوت الراجلين هيخش في بعض. ليه؟ لان صوت الرجاله كلهم بيتكلموا تقريبا في نفس التردد، فالصوت اللي هيطلع من الراجل ده هيخش على الصوت اللي هيطلع من الراجل ده ويخشوا في بعض، وانت مش هتقدر تميز الصوتين عن بعض. لكن لو جبت راجل ووقفته جنب واحده ست وده اتكلم ودي اتكلمت، انت هتقدر تميز الست بتقول ايه وهتقدر تميز الراجل بيقول ايه. ليه؟ لان تردد صوت الراجل مختلف عن تردد صوت الست. نفس الفكره في المسرحيه. لما المسرحيه بتيجي تتذاع هي مش لوحدها اللي بتتذاع، ده في 5000 قناه جنبها، كل قناه بتذيع حاجه معينه. فانا مثلا لو قناه اون سبورت وقناه النهار بيذيعوا على نفس التردد، ماشي، عارف هتلاقي ايه؟ هتلاقي قناه اون سبورت عارضه لك مسرحيه وقناه النهار عارضه لك ماتش الاهلي والزمالك. ليه؟ لان الداتا اللي طالعه من القناه دي والداتا اللي طالعه من القناه ديت عشان على نفس التردد فدخلوا في بعض، زي صوت الراجل وصوت الراجل لما دخلوا في بعض. عشان كده احنا بنخلي كل قناه تقطع الفيديو بتاعها او الحاجه اللي بتعرضها لتردد مميز ليها هي بس، عشان ما يحصلش اي تداخل ما بين اي قناتين. بس كده. المهم بقى قناة النهار اخدت المسرحية وسيفتها عندها وبدأت ان هي تعمل لها موديوليشن وتطلعها على التردد المميز ليها اللي هو 11785، وبعد كده بتبعتها في السماء. طب بتبعتها في السماء لمين؟ للقمر الصناعي اللي هو النايل سات. القمر الصناعي كل اللي بيعمله ان هو بياخد السيجنال اللي بعتها قناة النهار ويبدأ ان هو يكبرها ويبدأ ان هو يعمل لها برودكاستنج على الارض، يعني يبثها للارض تاني. طب انا مش فاهم برضو، يعني هو القمر الصناعي كده عمل ايه؟ اخد الفيديو او المسرحيه وبعتها تاني، انا برضو استفدت ايه يعني؟ طب ما انا كقناه النهار ابعت انا المسرحيه للناس على طول. الفكره ان انت مش هتعرف توصل للناس كلها الا لو بعت السيجنال بتاعتك فوق قوي عند القمر الصناعي، وعشان هو فوق قوي فشايف معظم الناس على الكره الارضيه، فيقدر ان هو لو بعت يوصل للناس كلها في نفس الوقت. بس كده. كل واحد بقى عنده دش مركبه فوق البيت بتاعه يقدر ان هو يستقبل المسرحيه عن طريق الدش. الدش ده اللي هو الانتنه، واسمه العلمي بارابوليك انتنه. والبارابوليك انتنه دي هي اللي تستخدم ان هي تستقبل الاشاره من القمر الصناعي، وفيها بيتحول الويفز او الالكترومagnetic ويفز بتاعه المسرحيه لاشاره كهربيه بتمشي في السلك اللي نازل من طبق الدش وداخل على الريسيفر عند التلفزيون بتاعك. بعد كده بيبدا يحصل شويه بروسيسنج على الاشاره اللي جايه دي وفلتريشن وديموديوليشن وشويه حاجات كده، وتتحول بعد كده لصوره او فيديو اللي هي المسرحيه على التلفزيون بتاعك. بس كده. وكده يبقى تمت مهمه النقل بنجاح، وكل سنه وانتم طيبين. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، وما تنساش تعمل لايك وتعمل شير لو الفيديو عجبك، تمام؟ ولو انت مش عامل سبسكرايب وبعد نوتيفيكيشن يا ريت تعمل عشان لما اعمل فيديو جديد يوصلك على طول. شكرا، السلام عليكم. زينب سامعاني؟ حط رجل على رجل.